حكاية فيلمنا بتبدأ مع واحد اسمه فانجارد، ومعاه ورق وصية، وبيركب العربية بتاعته، وبيكون سواق العربية ابنه ديريك. فجأة بيظهر فارس ملامحه مش واضحة، وبيسمع فانجارد صوت سيف، وبيطلع من العربية بيلاقي اللي سايقها فارس مقطوع الراس، وبينط من العربية على طول، وبيحاول ان هو يهرب منه في الزرع. لكن فجأة بيلاقي الفارس ده وراه وبيقطع راسه، وبياخدها وبيختفي. وعلى طول بنروح لمدينة نيويورك سنة 1799 مع المحقق اكبوت كرين، واللي بيلاقي جثة في المية، وبيصمم ان هو يشرحها عشان يعرف طبعا سبب الوفاة. لكن مديره بيقول له اكيد مات غرقان، وبيرفض التشريح، وبيأمر ان هم يحرقوا الجثة. وبعدها بنروح للمحكمة، واللي بنلاقي كرين معترض على أساليب التعذيب اللي بتحصل للأسرى هناك وللمساجين، لأن كرين عايز يعتمد على الأساليب العلمية بس. لكن القاضي بيقرر إن هو يبعته لمدينة بعيدة عن نيويورك بيومين بس، اسمها سليبي هولو، عشان في جرائم قتل حصلت هناك، واتقتل